تدرسي أو دراسة جدول العمليات في الدور. في النقطة الأولى لا بد قبل ذلك وبعد هذه الكلمة المختصرة أن أطلب من السيد الكاتب أولا الإعلان عن توفر نظام لإنعقاد هذه الدورة، وكذلك تلاوة أسماء المعتذرين عن الحضور لهذه الدورة. تفضلوا سيد الكاتب. هي شركة فاس لجهة التهيئة. وافقت السيدات والسادة أعضاء المجلس على هذا المشروع الاتفاقية، ويعرض هذه الاتفاقية على أنظار مجلسكم الموقر للدراسة والمصادقة. وشكرا. وشكرا لك السيدة. السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، السادة الحضور، تحية طيبة للجميع. إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالعقل الرياضي الجهوي بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للمجلس الرابع. نعقد كما تعلمون بطلبه من السيد الوالي طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتصمم للجهات لتدارس جدول الأعمال الذي يوجد بين أيديكم. وللإشارة فإنه مباشرة بعد التوصل بطلب السيد الوالي تم عقد اجتماع لتسجيل الاطلاع على النقاط المقترحة، وتم استحالتها على الاتجاه المختصة التي عقدت اجتماعات لهذا الغرض قصد تدارس هذه النقاط. وقد تمت موافقتكم بالوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال كما ستقدم إليكم بشأنها مذكرات مفصلة قصد الدراسة والتصويت. وبالنسبة للنقاط المدرجة في جدول الأعمال هذه الدورة فهي كما تعلمون وفق ما يلي. نقطة أولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 5 الاتفاقية الخاصة لبعض الجهات. لا تتم هذا الموضوع الدراسة، حنا كنخليوه لاستكمال ما غاب عن المناقشات داخل الأجهزة الأخرى. أما كاين جهات أخرى لا تتدارس إلا داخل اللجان المختصة وتعرض للتصويت فقط. ولهذا حنا تنخليو بالأريحية تكون إضافات باش يمكننا نزودوا ونحسنوا النقاش فيما بيننا. خليونا في هذا الإطار نديروا المناقشة العامة ديال النقاط الأربعة كما سبق أن صرفتم ووافقتم وقررت الرئاسة. هذا هو التوجيه ديال المشروع. تفضلوا الدراسة. يعني المجلس ما بقاش يدير حتى واحد، واش ما كاينش اجراءات، كاين ناس ما كتجيش، والنهار بدينا تقريبا تيطلعوا علينا مره في العام ولا مره، واش ما كاينش اجراءات زعما الناس صوتت عليها باش تجي تحضر هنا وناقش وتهضر على امور متعلقه بالجهه ونحسنوا المردوديه ديال العمل ديال السياسي المقاتل باش يكون الطبيعه مع المقاتل السياسي. الناس خصنا نشوفوا واش كاين هنا. كاين اجراءات، كاين ناس بدون نظام، انا ما تنهضرش على اللي بالغلط بدون نظام، ويمكن كاع كاين اللي كيتقاضى تعويض ديالو ولا بد خصو يدير شي حل للناس. وهذا لا يعنيني بقدر ما انه غير على المجلس كامل. تحياتي. السيد الرئيس بشأن بناء قاعة متعددة الرياضات بفاس أرينا. نقطة ثانية الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية استحداث مركز التكوين في كرة القدم لنادي المغرب الرياضي الفاسي. وفي نقطة ثالثة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية استحداث مركز التكوين في كرة القدم للنادي الرياضي المغناطيسي. وفي رابعة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إعادة بناء ملعب الحسن الثاني بفاس. والنقطة الخامسة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة والإشراف الممتلك على مشروع بناء محطة طرقية من الجيل الجديد بفاس. وستقدم إليكم سيدة رئيسة لجنة المرأة والشباب والرياضة مذكرة مفصلة حول النقاط الأربعة الأولى للدراسة.